ما هي أسس المدرسة أولا حتى نتخذ القرار؟ وهل قاعدتها لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلمها من القرآن والسنة؟ سؤالك مهم جدا. طيب دعنا نفكك أولا ما معنى قرآن حتى نتعرف على أدوات قياس حقيقية. أولا، هذا القرآن له مستويات عميقة. على المستوى اللغوي والاشتقاقي، كلمة قرآن مشتقة من القرء، وهو في اللغة الجمع والضم، بمعنى أن هذا القرآن هو الوعاء الذي قرأت فيه جميع علوم الأولين والآخرين، وهو المكثف الذي جمع شتات الحقائق الكونية في نسق واحد. عندما تقرأ هذا القرآن بوعي، أنت تقوم بعملية استدعاء واستحضار لكل القوانين الحيوية والفيزيائية والقوى الروحية التي أودعها الله عز وجل في الكلمات. وعلى المستوى الترددي، هو مصفوفة صوتية مصممة لإعادة هيكلة المادة. على سبيل المثال، الحروف المقطعة هذه مفاتيح ترددية وأصوات خام تعمل كرنين نوري يضرب العقد الأثيرية في الجسد ليفككها. هذا القرآن يغير الشفرة البرمجية للماء داخل خلاياك، وبما أن أجسادنا 70% ماء، فتلاوة القرآن تحول هذا الماء من حالة الفوضى إلى حالة الهندسة المقدسة، فيطرد البرمجيات السفلية المظلمة. وعلى المستوى الميكانيكي، القرآن هو الدليل الوحيد الذي يكشف ثغرات الأنظمة الطاغوتية وكيف نخرج منها. ركز مع قصص الأنبياء في القرآن، هي نماذج طاقية. قصة موسى عليه السلام هي بروتوكول التعامل مع الطاغوت، وقصة يوسف عليه السلام هي بروتوكول التعامل مع الزمن والوفرة. هذا القرآن يبني حول الميدان الحيوي للإنسان درع برمجي أو هالة تمنع اختراق الكيانات النارية، سواء السحر أو الأرصاد لوعيك وروحك. وصفه الله عز وجل بأنه ذكر مبارك وروح، وهذا القرآن هو تجلي المشيئة في المادة. كيف؟ ركز. القرآن يمتلك ميكانيكا تشغيلية تتجاوز مفهوم النص العادي. هذا القرآن ذكر حي ومحدث، يعني برمجية ذاتية التحديث. كيف؟ أغلب الناس يظنون أن القرآن نزل وانتهى، لكن الحقيقة أنه محدث في كل لحظة بالنسبة للإنسان المتدبر الذي يراقب. مثل أرضي ولله المثل الأعلى. تخيل أن هناك كمبيوتر خارق فيه كل شيء، لكن يعطيك الإجابة بناء على سؤالك ومستوى وعيك. بمعنى أن الآية التي قرأتها بالأمس كانت تخاطب وعيك القديم في تلك اللحظة، واليوم هي تحدث نفسها لتعطيك شفرة جديدة تناسب واقعك الآن. هو محدث لأنه ينزل في الآن، وكلما ارتفع رنينك أنت واتصالك بالله انفتحت لك أختام في النص لم تكن موجودة من قبل، وكأن النص يعني كتب فقط الآن لهذه اللحظة خصيصا. النص المكتوب أو الحروف والكلمات التي يراها الجميع هي الغلاف الخارجي، أما الذكر الحي هو الروح، هو الأمر الكامل خلف الحروف. فهذا القرآن أمرنا بالبحث في ملكوت السماوات والأرض، وهذا الملكوت مليء بالعلوم التي هي من صلب أمر الله. وأخبرنا وصرح القرآن أيضا بأن هناك خلق يعني كانوا قبلنا، وقوانين وعلوم عظيمة كانت لدى الأسبقين، والآن العلم موجود يلهم ويمارس، وبيانات أخرى ستظهر في المستقبل لا يعلمها جيل البعث الأول. قال المولى عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذه الآيات كتالوج اختصرت لنا كل هذا الحديث. بالمنطق يعني، هل القرآن ذكر لنا السيارة أم الطائرة أم علم الفيزياء الحيوية؟ لكن قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل عادل يعطي كل شخص، فهناك من اجتهدوا أو مارسوا بعض الدهاء، فتلك دولهم وعلومهم ترونها بأعينكم، ونحن لا نزال في هذا سني وذاك شيعي وهذا صوفي. وبالنسبة للحفظ، القرآن كتاب محفوظ، وهذا ربما الشيء الوحيد الذي اتفقت عليه الأمة. لكن محفوظ كيف؟ يقول المولى عز وجل: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن مصفوفة روحية مودعة في نسيج الزمكان، بمعنى أن المصحف الورقي حتى وإن اختفى أو حرف أو أي شيء، يظل الكود المصدري محفوظ في اللوح المحفوظ. السحابة الكونية والروح الإنسانية هي المستقبل. يقول المولى عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
والمقياس الحقيقي يا صديق الصفحة هو قلبك مستخيرا لله فيما وصل إليك من النور، والقلب هو العقل الحقيقي. فافتح البوابة لتستقبل النور، وهذا الكشف إذا فهمته بقلبك تتنشط لديك خلايا وتفتح بوابات أثيرية في وعيك. إن استفدت من هذا الفيديو ادعم الصفحة رجاء، احفظ الفيديو عندك وشارك المحتوى. وللانضمام للدورات الروحية المجانية راسل خاص الصفحة. ودمتم في رعاية الله وحفظه. تم الختم واستقر الحكم والسيادة لله الواحد القهار. أكاديمية السيادة، أبريل 2026. تابعونا. الاخوان والاخوات، الهدف ديالنا من نشر هذا المحتوى هو نتوما تستافدوا وننشروا واحد المحتوى اللي يكون مفيد، وبهذه الطريقه غادي نحاربوا التفاهه الاخوان. باش غادي نحاربوها بحال هذا المحتوى المفيد اللي كنشاركوا معاكم، الا بارطاجيتوها الاخوان غادي نقضيو على التفاهه. والحمد لله الاخوان المتابعين ديال مملكه المعلومات ما كيدعموش شي حاجه فيها التفاهه، كيدعموا المفيد. الاخوان ما تنساش خلي متابعه للقناه ديالنا باش يبقى يوصلك ديما الجديد. ضروري تصلي على الحبيب في التعاليق. والسلام عليكم.